معنا سي علي سلطان. اليوم كاتب عام نقابة أمن كاتب عام نقابة أمن قفصة سابقا، اليوم معزول. لو كان تقولنا سي علي سلطان وجودك اليوم في جمعية في ندوة جمعية ولاء الوطن شنو يمثل؟ به ساعة مشكورة جمعية ولاء الوطن وجهوا لي دعوة لحضوري نظرا تحصل على عديد شهايد الاختصاص في المجالات الأمنية ومتكون تكوين في الداخل والخارج. حضرت لهنا لموضوع وحيد هو حياد المؤسسة الأمنية. اخذت الكلمة أعطيتهم ما يجب أن يكون في هذه المرحلة. وقتاش نصلحوا المؤسسة الأمنية، كيفاش نصلحوا المؤسسة الأمنية، كيف يكون عون الأمن محايد، ما هي مهام عون الأمن. هذا هو تقريبا الموضوع الخيط هنا. ومشكورة جمعية ولاء الوطن ورجال الأمن بديهم ولاء الوطن، وأنا كنت رجل الأمن سابقا موالي الوطن وإلى حد الآن ما زلت موالي الوطن. رينا اليوم نقاش حاد في الندوة نتاع الجمعية، يعني لو كان تعطينا رأيك في النقاش هذا اللي صار. والله النقاش هو ما بين جرحى الثورة والمداخلين، هو نقاش صحي أكثر منه حاد. أنا أشوف فيه جرحى الثورة يطالبوا بتعويضات ويطالبوا بكشف من أطلق عليهم النار، عندهم الحق. كيف يطالبوا في